السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نبدا معكم تحضيرات ديال رمضان. الله يبارك لنا هذا الشهر الكريم، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. اليوم الوصفه كيف ما كتشوفوا عباره على واحد لي نيم ولا لي سيغار اللي غنديرهم معكم بشاورما، واحد الوصفه اللي هي جديده. صراحه كنستعملها انا بزاف، كتكوموندا ليا بزاف لي بوفي ولا لي بلاطو ديال المالح، وبغيت اليوم نشارك معكم الوصفه ديالها. كيف ما انكم تقدروا ديروها هكا دي سيغار ولا ديروها بريوات ولا بسيطيلات على حسب شنو بغيتو. هو اللي مهم فيها هو المذاق ديالها رائع 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 بزاف، وتا الطريقه ديالها سهله في التحضير. ما غاديش نطول عليكم، غندوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير. ولكن بالنسبه لي اول مره كيشوف الفيديو ديالي بغيت نقول لكم معكم جيهان من قناه ديليسيو اي فاسيل، سهل وسريع. ما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوا الفيديو تشاركوا معنا بالضغط على زر ديال الاشتراك سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ان شاء الله. ودابا غادي ندوز معكم المقادير. هنا خديت واحد لو بول اللي غندير فيه واحد جوج ديال الياغورت مسوس، اي نوع، مهم يكون انه مسوس. وعاوتاني القياس ديال العطريه ولا ديال الياغورت كيختلف على حسب الكميه ديال الدجاج. هنا انا مستعمله دجاجه كامله. هنا خديت هذاك جوج ديال الياغورت، درت عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملحه، وواحد 3 المعالق صغار عامرين مقببين ديال العطريه ديال الشاورما. راه كتباع هاد العطاره الكبار ولا لا اللي كيبيعوا مسلزمات الحلويات راه موجوده عندهم. هنا كيف ما شفتوا ضفت واحد 3 المعالق صغار ديال الخل، تقدروا تضيفوا حتى 4. انا هنا درتهم عامرين. بالنسبه لهنا هاد المكونات هما اللي غندير، ما كنزيد عليهم حتى مكون اخر نهائيا، وكنخلطهم مزيان. وهنا خديت الدجاجه اللي غسلتها مزيان مزيان، حيت ليها الجلده. درت فلحت الصدر. الوغ هنا خديت الصدر كامل ديال الدجاجه مع الفخذ والرجله. هنا حيت غير العنق ودوك القشاوش ديال الدجاج ودوك الضلوع اللي كيكونوا وجناوح من طبيعه الحال، لان هادو الاعضاء ما كنبغيش نديرهم فاش نكون نعمر شي حاجه. كيجيني من الاحسن نستعمل الصدر كامل وهاد الفخذ والرجله. وهنا مستعمله دجاجه كبيره. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنحاول ندخل هذيك القامه في دوك الفلحات اللي درت بالموس، باش ان هاد الدجاج كيشرب ليا هذيك القامه مزيان. هنا راه الدجاج ديجا انايا شاريه نهار قبل وغاسله مزيان مزيان بالحامض والملحه والسكينجبير، وخليته يتقطر ليا بات ليا ليله في الثلاجه. والغد ليه شديته هكا شرملته وغادي نعاود نبيتو ليله في الثلاجه ومشرمل. هو راه الا كان ما كانش عندكم الوقت تقدروا ديروا هذه العمليه غير ساعتين ولا كاع ديروها وطيبوه ديك الساعه. ولكن راه قد ما الدجاج شرب الإقامه قد ما كيجي بنين. هو راه ماشي زعما اللي ما بغاش يبيت وكان زربان خصو ضروري يبيت، ولا راه تقدروا ديروه ديك الساعه. ولكن انكم من الاحسن هي لبات في الإقامه راه كيجي حسن. انا هنا راني درت ليه السلوفان وخشيته في الثلاجه ليله كامله. صافي هنا الغد ليه جبتو الصباح حطيتو في لاطالين فرشه فيها بابي كويسون. هنا عندي واحد 3 ديال الفخرات اللي شعلتهم هكا فوق البوطه. هاد الفخر ديال الشوا، تقدروا نتوما تستعملوا اي فخر عندكم. حطيته في الالومنيوم وغندخل الدجاج ديالي يطيب في الفران. هذه الطريقه ديال الطياب الاولى. هاد الطريقه كتاخذ الوقت شويه، ولكن غير هي الا كنتي عندك شي حاجه ما ديري اخرى وما كانش عندك الوقت باش تبقاي مقابله البوطه، كديري هكا في الفران. وعاوتاني الطريقه الثانيه اللي حتى هي كنستعمل فاش كنكون الصراحه عندي الوقت وكتجيني سهله سهل من هاد القضيه هذه ما كتاخذش بزاف الوقت، هو كنديرو في الطنجره وكنديرو يطيب ليا فوق البوطه. كنغطي عليه مره مره كنعريه كنقلبو حتى كينشف ليا هذاك الماء ديالو. وكندير ليه الفخ، عاد كندير ليه ديك الساعه الفخر حتى كيطيب وكيسالي. هنا خرجته واخا طلق ليا الماء كيف ما كتشوفوا ها هو راه طيب. هنا هذاك الماء غادي نحيدو، لحقاش الا تسنيتو حتى ينشف ليا بحال البوطه غادي ينشف ليا الدجاج ديالي وما غيجيش زوين. صافي هنا خديت واحد شويه ديال الزيت وغادي نكبو هكا على هاد الفاخر وغادي نردو للفران اللي هو طافي وغنسد عليه غير باش يطلق ليا هذاك الدخان فيه. نتوما كتشوفوا كيبان لكم واحد الدخان شويه في الكاميرا. هذاك الدخان فاش كيطلقوا راه كيبقى الدجاج كيشرب هذاك الدخان وكيجي هذاك الدجاج ديالكم فيه المذاق ديال الفومي. صافي هنايا خديت هذاك الدجاج مورا ما برد وفرتته بحال هكايا، حيدت ليه العظم. هنا عندي واحد 10 ديال الفرماجات مثلثه، تقدروا تستعملوا الا كان عندكم الفرماج ديال الدهن بحال كيري ولا هذاك الفيلادلفيا، تقدروا تستعملوا بواطه ولا نص بواطه على حسب الكميه ديال الدجاج اللي عندكم.
هنا انا هذيك العلبه ديال 200 مليلتر ديال لا كريم فريش اللي شفتو راني استعملتها كامله صافي. وهنا راني زدت على هذيك ديجا واحد شويه ديال البزار والملح، حيت واش دقتهم لقيتهم ناقصين عندي في الدجاج ديالي. صافي زدت واحد شويه مع هذاك لا كريم فريش والفرماج. وهنا عندي واحد 200 غرام ديال الفرماج احمر. هنا تقدروا تستعملوا الفرomاج فومي كيجي رائع. هنا انا الصراحه ما كاينش كيتباع حدايا، وكنت واقفه على باش نطيب هادو وما درتش فيهم فرomاج فومي. نتوما تقدروا ديروا فيهم فرomاج فومي كيجي رائع، ولكن اصل الفرomاج احمر كيجي زوين. هنا انا مستعمله 200 غرام. غنخلي لكم مقادير في صندوق الوصف مكتوبين. هنا بالنسبه لهداك الخليط كنزيدوا على هذاك الدجاج وكنخلطوا معاه مزيان باش كيتلبس ليه هذاك الدجاج كله بديك الكريمه والفرماج وداك المليحه والبزار. هنا كيف ما قلت لكم راه هاد المقادير اللي عطيكم انا على حسب القياس ديال هاد الدجاجه. نتوما راه على حسب ديال القياس ديال الدجاج ديالكم غديروا العطريه. هنا بالنسبه لديك الطريقه ديال الطابلي قلت لكم عليها انا راه فايته مطيبه معكم بها الصدر ديال الدجاج باش درتو في شاورما في واحد البلاطو ديال ميني شاورما ديال مالح. راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش تدخلوا تشوفوا ديك الطريقه ديال الطياب. هنا دزت باش غادي نبدا نطوي لي سيغار ديالي ولا ننام. هنا خديت الورقه الكبيره ديال البخار قسمتها على 4 وشديت الربع درتو في ميكا وكنبدا نحل منه باش نخدم. هنا بالنسبه للورقه ضروري ديروها في ميكا باش ما تنشفش لكم وتعذبكم في الخدمه ولا تخسر لكم. صافي هنا كنحيد هاد الحاشيه اللي كتشوفوا كنحيدها بالمقص، هاد الحاشيه اللي كتكون ناشفه. كندهن الورقه ديالي بواحد شويه ديال الزيت. الا كانت تكون الورقه ديال العاديه ديال البوطه ما تحتاجوش انكم تدهنوها. انا حيت عندي ورقه البخار كندهنها واحد شويه. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنعبر انا حيت بغيت لي سيجار ديالي كلهم يجيوني قياس واحد والوزن ديال الحشوه ديالهم يجيوني قياس واحد. هنا درت فيهم 30 غرام. نتوما عديروهم للدار ديروهم كيف ما بغيتوا. انا صراحه فاش نكون كنخدم لي كوموند كنديرهم بحال هكا بالعبار. انا حتى من البساطل كنعبر فيهم العبار بحال انا فاش كنبغي نصايب هاد البساطل ديال الشاورما كنعبر فيهم 85 غرام. في البسطيله كيجي فيها 85 غرام. بالنسبه لهاد لينيم كيجي فيهم 30 غرام. البريوات الصراحه ما كنديرهمش في هاد ديال الشاورما، ولكن ان شاء الله الا درتهم شي مره ودرت العبار ديالهم راه نقولها لكم في شي فيديو هكا دو باساج. صافي هنا كنرولي كيف ما كتشوفوا مخليه ديما وحده ديك الاولى اللي كنطوي كنعبر عليها باش كيف ما قلت لكم لي سيجار ديالي يجيوني قد. هنا عندي واحد شويه ديال الطحين مع الماء اللي كنسد به. بالنسبه اللي بغى يدير بايات ديال البيض يقدر يديرو كل واحد والحاجه اللي كتعجبو يسد بها. صراحه اللينام ديالو ولا البريوات ولا حتى البسيطلات شو وريتكم بان راه كيجيوني قد. كيجيو في العماره عماره وحده قياس واحد باش الا جيتي هكا غتستويهم في شي بوفيه تستويهم شي بلاطو للناس كيجيو هكاك حلوين ومقادين. صافي نفس العمليه غادي نعاودها معكم. كنحيد الجناب ديال ديك الورقه ديالي. هنا الا كنتو غتستعملوا الورقه الصغيره تقدروا تستعملوا غير النص تقسموها على جوج. ملي بغيتو ديروها كبيره دايرين ملي هما كبارين تقدروا ديروا ورقه صغيره كامله. صافي هنا شوني كنعبر هنا دابا راه غير حيت كنصور معكم كنعبر هكا وحده بوحده وكنلوي وحده بوحده. اما صراحه فاش كنكون خدامه كنسرح في البوطاجي كنشد هذيك الحشوه بعدا كلها كنعبرها. كندير 30 غرام كنعبرها كامله كنحطها حدايا في شي بلاطو وكنبدا نسرح واحد 6 ديال الورقات ولا 8 فوق البوطاجي نروليهم خطره وحده باش ما كنبقاش نتعطل. كتجيني هكا الخدمه مسربيه هكا. الا كان عندكم بزاف غتصايبوا كونتيتي كبيره وغتحطوهم عندكم في المجمد ولا عندكم بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند من الدار هذه طريقه كتسهل عليكم الخدمه. انا راه فايته العام اللي فات كنت حطيت معكم بسيطلات صغارين ديال الحوت وبسيطلات صغارين ديال الدجاج باللوز. غنخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوهمش وبغاو يدخلوا يشوفوا الوصفه ديالهم يقدروا يدخلوا يشوفوها. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنرولي داك السيجار ديالي ولا ننام. بالنسبه للطريقه انا راه كاين الناس اللي كيعرفوا يلويو ولكن كاينين شي دريات اللي مازال ما كيعرفوش يلاه كيتعلموا. كنا باقيين كنتعلموا كل واحد وشنو باقي كيتعلم كنوريهم هكا الطريقه موضحه مزيان. صافي هنايا خديت هذوك لينام كندوزهم في الطحين وكندوزهم في البيض وغنعاودهم في الشابلور. الشابلور دايره معاها واحد شويه ديال الجزلان. هاد الشابلور انا مصايباها في الدار غير خبز كنكرمو هكا في الفران وكنطحنو وكنغربلو وكنخدم به هكا
ولكن بعض المرات كنشري الشابلور اللي كتباع ديال الشينوا اللي كتباع في الحوانت اكثريه كيخدموا بها صحاب الباتيسريات ولي غيستو. هذيك حتى هي كناخذها كنخدم بها حتى هي مي صراحه ما كنخدمش بها كالينيم ولا البريوات. كنخدم بها بحال هكا حوايج اخرين بحال الكوردون بلو بحال شحال من حاجه. ولكن هاد لينيب كيعجبني نخدمهم بهاد الشابلور هادي اللي كندير في الدار كتجي فيهم صراحه مزيونه. وهنا درت فيها هذاك الجاجلان الابيض لحقاش فاش كنقلي دوك لينيم ديالي كيبقى بين هكاك داك الجاجلان الابيض ما كيتحمرش كيف ما شفتوا على هاد الشكل هذا كيجي غزال المنظر ديالهم. كيف ما تقدروا ديروا حتى الجاجلان الاسود ولا جاجلان عادي ولا حتى الغران دو بافو وكيف ما تقدروا تخلطوهم كاملين كيجيو رائعين. هنا قليت لكم واحد شويه بغيت باش تشوفوه معايا. وهنايا وريتكم الطريقه كيفاش تحتفظوا به. انا هنا مورا ما ساليت الكميه ديالي كامله سرحتها في واحد البلاطو ودخلته للمجمد حتى جمد ليا. ومورا ما جمد ليا جمعتو هكا في هاد البواطات هادو جمعتهم في هاد البواطات هادو وفرقت بيناتهم باكياس بلاستيكيه صافي. وكنخليهم في المجمد لقيت اللي بغيت كنجبد القياس اللي بغيت ما كيكونوش ملاصقين ليا مع بعضياتهم ما كنضطرش انني نديكونجلي كاع هذيك البواطه. وحتى الا بغيتو تجمعوهم في بلاستيكه ماشي في بواطه تقدروا تجمعوهم في بلاستيكه. هادو كندير لهم بحال هكا بالنسبه لك غنستعملهم في الدار ولا الا كنت غادي ندير هكا كوموند ديال البوفي اللي غيمشيو ليها طيبين ولا بلاطو كنجمدهم. اما بالنسبه الا كانت شي سيده مكوموند ليا واحد الكميه كنصيب نهار بنهارو وكنعطيها في نفس هذاك النهار باش هي كتكونجليهم ووقت ما جبغات كتجبد طيبهم. هنا وقيلا اشرح لكم كيفاش هاد النقطه ديال كيفاش انكم تخبيوهم في المجمد ولا الناس اللي كيبيعوهم كيفاش يوصلوهم للكليان ديالهم. هنا قطعت معكم وحده من الداخل تشوفوا كيجيو معلكين بهذاك الفرomاج وداك لا كريم. هنا هذه لاصوص ديال الثوميه اللي حاطه معكم اللي كنت فايته حضرت معكم في فيديو القديم ديال الشاورما ميني شاورما في البلاطو ديال المالح. غنخلي لكم الرابط ديال هذاك الفيديو في صندوق الوصف وغنخلي لكم الروابط ديال البسطيله ديال الحوت والبسطيله ديال الدجاج. وصلت معكم لاخر ديال الفيديو. نتمنى هاد الاقتراح هذا ديال اليوم يعجبكم وتجربوه هنا الاستحسان ديالكم. ما تنساونيش من لي كومونتير ولي جيم بزاف كيعاونوا الفيديو باش يطلع كيف ما كنقولها لكم ديما. وغادي نخليكم الا بغيتوا بزاف ديال الوصفات من هذا المالح خليوها لي في لي كومونتير وغنشارك معكم بزاف ديال الوصفات ان شاء الله. بسلام عليكم فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله.